انسيلي حبيبتي كامل الوصفات اللي شاركتهم معكم سابقا وسجلي عندك هذه الوصفه جراتان شاورما بزاف بنين وسهل. قنبله تاع بنات تحضريها في وقفه. هالجوره اليوم جبت لكم فكره غداء او عشاء بزاف خفيف وهايل. قبل هذا نقول لكم السلام عليكم متابعاتي، ان شاء الله تكونوا ملاح وصحتكم لاباس. مرحبا بكم دائما في مطبخكم مطبخ هاجر الشاويه. نرحب بالمشتركات الجدد اللي انضموا معنا للقناه. شكرا على الدعم وعلى التعليقات الرائعه اللي تحفزني نقدم اكثر. ان شاء الله الزينه نتاعي ديما نكون عند حسن ظنكم. وصفتنا لليوم غراتان شاورما قراف بنين وسهل. تابعوا الفيديو للاخير. ما تنسيليش حبيبتي جامو كومونتير وتبارطاجي الفيديو مع صحباتك وحباباتك لتعم الفائده. نخليكم مع تتمه الفيديو، فرجه ممتعه. نقولوا بسم الله حبيبات هالجورة. نبداو في الفيديو تاعنا لنهار اليوم. لا يحلو الكلام الا بعد الصلاه والسلام على خير الانام. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. حبوباتي اول حاجه حبيت نبارطاجيها معكم قبل ما نشارككم الوصفه تاع الكغاتان. حبيت نشارككم هاد لا كوموند نتاع المقرقشات اللي النتيجه تاعها خرجت اكثر من رائعه. ان شاء الله حبوباتي حياتكم كلها ورد. كيما تشوفوا الزينه نتاعي هنا راني حبيت نبارطاجي معكم هاد لا كوموند اللي خدمتها. كانت كوموند كبيره تاع مقرقشات، يعني بعد ما كان الفيديو نتاع القريوش نال اعجابكم يعني، والحمد لله راه وصل لعدد كبير من المشاهدين. يعني لي فيو تاعو راهم طالعين. لو لين تاع لا ريسيت تلقاوها هنايا في الديسكريبسيون. تتحصلوا على نتيجه اكثر من رائعه. وراح نخلي لكم السعر في صندوق الوصف، يعني سعر البيع خاصه لاصحاب المشاريع اللي يبعثوا لي بزاف في صفحتي على الفيسبوك يستفسروا على السعر ولا على طريقه التواصل. اللي حبت تكوموندي اي وصفه من وصفات هالجوره تتواصل معايا على صفحتي. هنا حبوباتي راح نبداو في الوصفه تاعنا لنهار اليوم. يعني انا حقيقه هذا لو غراتان درتو للعشاء. قراف بنين ساهل تعرفي تحضريه في وقفه ما كيش راح تعيي معاه. نقولوا بسم الله حبوباتي. هنا جبت ريسيبيون حطيت فيه نص صدر تاع دجاج، يعني هذاك لو بلون دو بولي ما ديريش كامل، ديري نص. حطيت التوابل اللي حبيتي. انا حطيت زنجبيل، حطيت كركم، حطيت راس الحانوت، فلفل اسود، يعني حطيت غير شويه ما تحطوش بزاف. حطيت توابل شاورما، توابل الدجاج، شويه برك ملح لاني راح نحط لا موطارد راهي مالحه. نحطوا ملعقه كبيره نتاع لا موطارد، يعني التوابل راهم راجعين لكم. ما تحطوش فقط الكمون لانه راح يبدل لكم هذاك لو غو تاع الدجاج. خليو غير التوابل يعني السامبل اللي نستعملوهم يوميا. وحطوا شويه تاع زنجبيل وشويه كركم، يعني علون وفلفل حمار ولا كما تقولوا له عكري. هنا حطيت ملعقه كبيره تاع سل، حطيت ملعقه كبيره تاع موطارد، وحطيت شويه زيت. عندي زوز فصوص نتاع ثوم ربيتهم. يعني تبلوا الدجاج نتاعكم مليح، عطيوه حقه في التوابل راح يجيكم هايل. وخليوه يعني واحد الساعتين هذاك الدجاج يتمارينا. خليوه من بعد قليوه. هنا حبوباتي راني خلطت كامل المكونات. كما تشوفوا الدجاج تاعي راني قطعته شرائح. ومن الاحسن حبيبتي تقطعي الدجاج تاعك بهذه الطريقه لانه لو شارم تاع هذا الكغاتان كامل في التتبيله تاع الدجاج والتقطاع نتاعو. هنا حطيت حوالي 3 ملاعق كبار تاع كريمه سائله. اذا ما كانش تقدري تستعملي ياغورت ناتور ولا تستعملي هذاك الفرomاج ريجيم. اذا ما كانش كامل هاد الحوايج ديري ملعقتين ولا 3 نتاع حليب. وخلي الدجاج تاعك خلطي كل المكونات وخليه يتمارينا من ساعتين حتى الليله كامله. اذا كنتي مزروبه خلي حبيبتي ساعتين، غطيه بابي فيلم وخليه دو كوتي حتى يتمارينا مليح. هنا عندي 3 حبات نتاع بطاطا كنت غسلتهم وقطعتهم دي كوب صغار. راح نجي نقلي البطاطا تاعي عادي، فقط ما تحمروهاش، خليوها شويه هكا صفرة يعني نص طياب. راح تكمل الطياب نتاعها من بعد في لو فور. هنا راني طيبت البطاطا تاعي كيما تشوفوا، طيبتها برك على صفار نص طياب. نحيها نحطها فوق بابي ابسوربون هكا باش ما يجيكمش الكغاتان تاعكم ثقيل ولا يقهم. نحيولو كامل هذيك الزيت الزايده. بعد ما طيب معنا البطاطا راح
راح نجي نحط الدجاج يتقلى. نحي الكميه الزايده هذيك نتاع الزيت، نحطو ملعقه كبيره زبده هكا باش الدجاج تاعنا ما يلصقش في هذيك المقله. بعد ما تسخن معنا هذيك الزبده راح نجيب هذاك الدجاج اللي خليناه تمارينا مليح، راح نحطوه في المقله يتقلى. هنا الزينات نتاعي لازم تقليو الدجاج تاعكم مليح، يعني راح يجي كيما الدجاج تاع الشاورما، راح يجي بزاف بنين ولازم يتحمر باش يمدلكم هذيك البنه نتاع الشاورما في الكغاتان تاعكم. خليو حبوباتي الدجاج تاعكم ابتي فو وخليوه يطيب مليح ويتحمر. بقاو كل مره حركوه، يعني ما تغفلوش عليه باش يتحمر كامل كيف كيف، ما تجيكمش جهه يابسه وجهه طريه. وديروا حسابكم انه الدجاج راهو فيه ملعقه كبيره تاع عسل، يعني نورمال اذا لصق لك في المقله نورمال خليه حبيبتي يلصق لك، يدي هذيك البنه والتحميره. فقط النار تاعك تكون متوسطه ما تكونش قويه باش يطيب الدجاج مليح. ما تخليوهش يطيب مده كبيره حتى يولي يابس، يعني جوست ما يدي هذيك لا كولور دوغي كما تشوفوا يتحمر لكم مليح. نحيوه من فوق النار. هنا الزينه نتاعي بعد ما يطيب معنا الدجاج راح نجي نصفيه فوق بابي ابسوربون، نحيلو كامل هذيك الزيت باش نجي ندير المونطاج تاعي تاع الكغاتان. راح نكمل نقلي الدجاج من بعد حبوباتي راح نرجع معاكم، ما تروحوش بعيد. نجيو حبوباتي اللي طاب الثانيه تاعنا في هذا الكغاتان. راح نحتاجو 4 بيض بحراره المطبخ مع كاس حليب. راح نحتاجو كاس تاع 220 مليلتر تاع حليب وربع بيضات نحطوهم مع بعض في ريسيبيون. من بعد نحطو شويه برك ملح وشويه فلفل اسود، ما تكثروش بزاف الملح لان راح نحطو كميه مليحه تاع فروماج فوندو. هنا الزينه نتاعي حطيت حوالي 3 ملاعق ولا 4 تاع كريمه سائله كانت عندي مسبقا. انت حبيبتي ما كيش ملزمه انك ديري الكريمه السائله، تقدري ديري غير الحليب والبيض والجبن. نخلطوا مليح هذاك الحليب والبيض ونضيفوا كميه مليحه تاع فروماج، سواء فروماج فوندو ولا فروماج بورسيون ولا حبوباتي تقدروا ديروا حتى فروماج غابي، اي فروماج توفر عندكم. انا استعملت هذا تاع موندور، حطيت حوالي 4 ملاعق كبار. راح نخلطوا كل المكونات مع بعضهم جوست بالفورشات برك نخلطوهم، ما تخلطوهمش بالباتور. نحتاجوا هذاك الفروماج يعني يقعد باين باش من بعد كي نحطوا الطبقه الاخيره نتاع هذا الميلونج تبقى لنا لاكوش الفوقانيه كامل، يبقى لنا ذاك الفرomاج ما نحتاجوش كامل للجبن المبشور. هنا راح نجيب المول تاعي اللي راح نحط فيه الكغاتان تاعي طيب. بعد ما غسلته راني نشفته مليح، دهنته بشويه زبده ولا سمن لانه المول تاعي جديد اول مره نطيب فيه. ندهنوه بشويه زبده ولا سمن، من الاحسن تستعملوا هذا تاع الزجاج سواء ترونسبارون ولا سامبل هذا العادي. نحطوا لاكوش الاولى نتاع البطاطا اللي قليناها اللي كنا قطرناها مليح من زيتها، يعني 3 حبات بطاطا راح ديروهم في هذا المول تاع 20 سنتيم. اني قلت لكم هذا الطبق نتاع 4 افراد من العائله. نحطوا شويه تاع جبن قطع، تقدري حبيبتي تحطي زيتون اخضر يكون مقطع، تحطي معدنوس، تحطي واش حبيتي. لكن بما انه قلنا كغاتان شاورما ما حناش حابين حبيبتي نخرجوا من التام تاع الشاورما. انتي لك الاختيار، تحبي تزيدي فلفل حلو يكون مقلي، تزيدي زيتون، تزيدي دبشه كيما حبيتي، بصح كيما درتها كيما راهي هيك بنه وحدها. هنا حبوباتي حطيت لاكوش الدوزيام تاع الفرomاج، من بعد حطيت هذاك الدجاج اللي قليته معاكم وصفيته مليح من الزيت. نحطوا هذيك لاكوش، من بعد راح نجيبوا هذاك الميلونج تاع البيض والحليب والجبن نخلطوه غير شويه كما تشوفوا. مازالوا هذوك القطع تاع الجبن راهم يبانوا. نوزعوا هذاك الخليط. اذا شفتي الخليط تاعك قليل حبيبتي تقدري تضيفي شويه حليب، لازم يكون هذاك الخليط يعني واصل للفوق كامل يغطي لكم هذاك الدجاج باش من بعد ما تجيكمش الكغاتان تاعكم ما يجيكمش ناشف وما تجيكمش لاكوش الفوقانيه كامل يابسه، سورتو اذا ما درتوش الفرomاج غابي. هنا كما تشوفوا حبوباتي نسيي كيفاش نعدل هذاك الدجاج، ندخلو مليح في هذاك الميلونج باش ما يبقاش يبان في لو فور، من بعد راح يولي يابس. ونكونوا الزينه نتاعنا كملنا البريباراسيون تاع الكغاتان تاعنا. ندخلوه يطيب على 180 درجه مده نصف ساعه. خلي حبيبتي يتحمر مليح من التحت ومن لي كوتي، من بعد شعلي له يدي تحميره خفيفه من الفوق. كما تشوفوا ما درتلوش كامل فرomاج غابي، ما درت بيشاميل،
غير بهذاك الفرomاج فوندو تاع موندور، وتحصلت على اروع نتيجه. صدقوني هذيك البطاطا زات دات الكو تاع الحليب، جات تهبل بزاف بنينه. يعني هاد الكغاتان نعطيه 10/10. صدقوني بزاف بنين. هذا الوصفه بالتحديد ناكد لكم جربوها حبوباتي، هايله بزاف بنينه، ما تجيش كامل ناشفه، يعني قد ما نشكر فيها قليل. هاد الكغاتان يعني خليوه من الوصفات المعتمده عندكم، خاصه نحن على ابواب فصل الصيف نحتاجوا الوصفات خفيفه وسهله. تقدري تقدمي حبيبتي مع لي ترونش تاع القارص شويه معدنوس، وراح تشوفي هذاك الدجاج كيفاش يجي طري، لان خليناه تمارينا مليح، خليناه في هذيك لا كريم فريش وذوك التوابل. راني حابه نبارطاجي معكم البنه ونبارطاجي معكم الريحه. هايل. نتمنى زينه تاعي تكون عجبتكم الوصفه تاع اليوم، تجربوها وتخليو لي تعليقاتكم. ما تنساوش تدعموني بجيم وكومونتير، بارطاجي حبيبتي الفيديو مع صحاباتك، ما تبخليهمش من هذه البنه. استناوني حبوباتي في فيديوهات قادمه باذن الله. تهلاو لي بزاف في روحكم، هالجوره تحبكم، سلام.